في فيديو النهارده هجاوبك عن اهم سؤال بيشغل بالك واتسالته انا كتير جدا. باشمهندس، شغل الشركات ولا الفريلانس، وايهم احسن وليه؟ بس اهم حاجه متنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب للقناه، وتابع الفيديو لحد النهايه عشان في كميه فوائد هتلاقيها في الفيديو ده ان شاء الله باذن الله. ويلا بينا عشان ما اطولش عليك ندخل في الفيديو. يلا بينا. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو جديد، فيديو النهارده ان شاء الله باذن الله هو فيديو مهم جدا، هيفرق معاك جدا لو انت مصمم لسه خارج لسوق العمل وبتدور على فكره الشغل. طيب، الحق بوظيفه يا باشمهندس وادور على شركه التحق بيها او مكتب تصاميم، ولا اشتغل فريلانس افضل لي؟ طيب، هنا كل حاجه ليها مميزات وليها عيوب، ودي اللي انا جاي اتكلم فيها النهارده. نقطه ما حدش اتكلم فيها قبلي اظن، فانا هشرح لك النقطه دي من وجهه نظري كواحد عديت على الشغل في الشركات والاكاديميات، واشتغلت فريلانس لوحدي، وعملت اكاديميه لوحدي، وكونت شغل منفصل ليا لوحدي. هفهمك ايه الفرق ما بينهم، وانهي انهي تبدا بيه، وانهي احسن ليك. طيب، قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، وتكتب كومنت بالحاجه اللي انت محتاجها في الفيديو الجاي، وتكمل الفيديو لحد النهايه عشان ان شاء الله باذن الله هحط لك مميزات كتير في الفيديو دوت. وعشان في حاجات كتير هتكلم فيها في اخر الفيديو، وهسيب لك فوت لازم تعمل فوت فيه، وتتاكد لي ان انت محتاج تكمل معايا في انهي كورس من الاثنين اللي انا هتكلم عنهم في اخر الفيديو. فكمل الفيديو للاخر عشان ما يفوتكش اي حاجه. ننزل بالانترو، نرجع بعد الانترو نتكلم عن موضوع الفيديو. يلا بينا. ورجعنا يا صديقي العزيز بعد الانترو، يا رب تكون بخير. فيديو النهارده ان شاء الله باذن الله زي ما اتكلمنا ايه الفرق ما بين الشغل مع الشركات والشغل فريلانس، وانهي احسن ليا كراجل لسه خارج لسوق العمل. طيب، انا هرد عليك بموجب الخبره بتاعتي انا، يعني ممكن حد تاني يقول اجابات تانية، بس انا هقول لك استفدت انا وخبرتي انا في الشغل دوت. وخصوصا ان انا مريت يا صديقي العزيز في ال9 سنين دول على اماكن كتير في الشغل زي المطابع والشركات والاكاديميات. اشتغلت في اماكن كتير جدا، واشتغلت فريلانس فتره لا تقل عن 3 4 سنين. حاليا بقى لي 4 سنين حاليا فريلانس، فالحمد لله انا عندي خبره كبيره جدا تخليني اتكلم في النقطه دي. طيب، هنرجع برضو لمرجعنا. باشمهندس، فريلانس ولا الشركه؟ هرجع هقول لك انت خبرتك ايه يا صديقي العزيز. هتيجي تقول لي والله يا باشمهندس انا اتعلمت من اليوتيوب وليكن اساسيات الفوتوشوب، واساسيات مثلا اللي هو الاستريتور، واساسيات الانديزاين. طيب، في الحاله اللي زي دي انا لما هاجي ارشح لك شغلك مع شركه او مطبعه. طيب ليه؟ عشان قبل ما انت هتيجي تبص للفلوس، طبعا الفلوس هتكون قليله جدا، بس مقابل ان الفلوس قليله هيديك خبره. طيب، الخبره دي هتكسبها من مين؟ هتكسبها من اصدقائك في الشغل. خبره ديت حاجه مش مضمونه، خلي بالك عشان تبقى عارف من دلوقتي ان انت ممكن تروح لا قدر الله تقابل ناس يعني ما بيحبوش مساعده الناس اللي زيهم، ما بيحبوش مساعده المصممين اللي زيهم، يبقى خايف ان انت تاخد مكانه. في ناس تانية، انا لما بدات اول شغل ليا بداته في مطبعه، ربنا كرمني بشخص محترم قعد معايا وقال لي ما تشيلش هم، انا هعلمك كل اللي انت محتاجه. في كده وفي كده، انت ونصيبك، فاهمني؟ بس انت خليك عارف وانت رايح اي شركه او اي مطبعه ان انت رايح مقدم، وبتاخد اي رقم هو هيقوله لك مقابل الخبره. يعني لو قعدت في يوم من الايام وما لقيتش الخبره، سيب المكان وامشي، ما تفكرش. تمام؟ ليه؟ لان انت رايح تاخد خبره مقابل الفلوس اللي هو بياخدها منك. هتيجي تقول لي الفلوس ايه اللي بياخدها مني؟ هقول لك ان المصمم النهارده مثلا مرتبه بيتراوح ما بين ال 10000 وال 15000 جنيه. المصممين اللي هم الريتنج بتاعهم ما بين الجونيور والسينيور، اللي هو لسه في الميد ليفل. تمام؟ طبعا السينيور بياخد ارقام اكبر من كده بكتير، الجونيور اللي هو انت دلوقتي هتبقى بتاخد الارقام اقل من كده بكتير. يعني انت كجونيور ممكن يديك من 3 ل 5000 جنيه، ده المرتب اللي هو هيديهولك. طيب، لو انت رحت خدت ال 3 ل 5000 جنيه وما خدتش الخبره، ما تكملش. ما تجيش تقول لي بس انا ضامن رقم شهري يا باشمهندس مش محتاج الخبره. لا، انت كده بتسعى للفشل بتاعك. طيب ليه؟ هيجي يمر عليك الوقت وهتكبر في السن وهتبقى محتاج مصاريف اكتر. طيب، انت ما استفدتش اي حاجه من شغلك ده والرقم بتاعك ثابت. هتيجي تقول لي ما هو هيزودني. هقول لك هيزودك بناء على ايه؟ لو انت عندك شغل او عندك خبره بتاخد عليها فلوس هيزودك، ما عندكش مش هيديك. تمام؟ يعني انت كل ما خبرتك زادت كل ما فلوسك زادت. طيب، انت رحت وكبرت دماغك وخلاص انت ضامن مبلغ شهري، يبقى انت خليك عارف ان انت طول حياتك هتفضل عايش على ال 5000 جنيه او ال 3000 جنيه اللي ادوم لك، ايا كان الرقم كام. واحنا مش عايزين كده، انت عايز توصل لليفل اعلى وعايز توصل لفلوس اعلى. طيب، هكلمك انا ذات نفسي كمحمود. اول ما بدات حياتي بدات ان انا اشتغلت في مطبعه، من مطبعه طبعا مشيت منها بعدها بحوالي 15 20 يوم، رجعت اشتغلت في مطبعه تانية، وهكذا فضلت اتنقل من حوالي 15 ل 20 مطبعه اصلا، على مده يعني لا تقل عن مثلا ممكن يكون من 6 شهور ل 8 شهور. انا قعدت في 8 شهور بتنقل من حوالي 20 مطبعه، كل مطبعه ممكن اقعد فيها اقل من 10 ايام اصلا. تمام؟ طيب، ده ليه؟ لان الراجل اللي انا كنت بروح هناك كنت بروح اكتسب خبره، هو كان
بيشوف ان انا مش قادر اطلع له النتيجه اللي هو منتظرها مني، بطلع له شغل بس مش نفس الكواليتي اللي هو عايزها. فطبعا قعدت اتنقل في المطابع كتير جدا، كنت كل مطبعه بروحها حرفيا باخد معلومه واحده، المعلومه الواحده دي كنت ببدا اعمل سيرش عليها. يعني ايه؟ يعني واحد مثلا جه كلمني والله قال لي محمود احنا عندنا حاجه اسمها طباعه السريالات. طيب انا بقى كمحمود يا صديقي العزيز كنت بعمل نقطه واحده، وهي ايه؟ ان انا اجي اروح البيت بتاعي افتح فيديوهات على اليوتيوب بتتكلم عن طباعه السريالات. طبعا المحتوى كان قليل جدا 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 وطفيف قوي، تمام، ودي نقطه انا هحلها لك في الاخر ان شاء الله باذن الله، فكمل الفيديو ما تقلقش. تمام. فكنت بتعب جدا عشان اوصل للمعلومه دي واوصل للحل بتاعها. فكنت طبعا ممكن استفيد من اليوتيوب مثلا وليكن بنسبه من 10 ل 20%، واجي استفيد من الشخص دوت 20% كمان، فانا كده اكون اخدت 40%. طيب الباقي بتستفيدوا منين؟ الباقي كنت بستفيده عن طريق الاخطاء اللي كنت بغلطها وانا شغال. طيب الاخطاء دي كانت ببلاش؟ لا طبعا انا كنت بشيل تكلفتها على حسابي. يعني اي شغل كان بيطلع فيه خطأ كنت انا اللي بتكلف الفلوس بتاعته. يعني لو طلعت بانر غلط او طلعت حاجه غلط كنت بتكلف فلوس. يعني كنت ممكن اجي اوصل اخر الشهر المرتب بتاعي مثلا 5000 جنيه، الاقي فاضل منه مثلا 500 جنيه فقط. فعادي جدا ما كنتش ببقى زعلان على فكره، كنت ببقى مبسوط ان انا استفدت حاجه جديده وعرفت ان الحاجه دي بتتعمل كذا وانا غلطت في كذا. تمام. طبعا كان في مطابع الناس اللي فيها ناس محترمه وعارفين ان هم جايين عليا في المرتب مثلا، فكان يجي يقول لي لا خلاص انت مش هتشيل الغلط ده بس خلي بالك. في ناس تانية كانت تقول لي لا الغلط غلطك انت اللي تشيله. تمام. انت بقى انت وظروفك، يعني انت تروح انت وحظك. طيب انا رحت دلوقتي وجيت واخدت كورس يا باشمهندس، وكورس مع حد خبره نقل لي المعلومات اللي موجوده في سوق العمل كامله، كامله بمعنى الكلمه. يعني اداني في السوشيال ميديا كل حاجه، وخلاني اعرف اعمل دمج واعمل بوسترات كويسه، دخلني في المطبوعات وخلاني عرفت اعمل شغل مطبوعات كويس جدا شعبي واسمه دوت، واللي هو الشغل العالي. تمام زي الفل. ودخلت في الالستريتور ودخلت في انزاين نفس النظام. تمام. ايا يكن بقى لو تاخد معاهم برامج تانية مش تاخد عادي. اهم حاجه يا صديقي اللي عايز ان تكون البرنامج على الاقل الواحد اللي انت هتدرسه ده تكون مغطيه كله من اول اساسياته لحد ال 100%. ساعتها انا هقول لك لا اوعى تقرب من الشركات والمطابع. باشمهندس ده هيديني رقم ثابت وانا خبرتي عاليه هيديني رقم كويس، هقول لك مش هتستفيد اي حاجه، بل وهتلاقي ناس كتير هتحقد عليك وهتكسر من عزيمتك في البدايه. فافضل طريقه يا صديقي العزيز انك تبدا فريلانس. طيب يا باشمهندس ابدا فريلانس ازاي اصلا؟ ده اللي احنا اتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات. لو انت شفت في الفيديو اللي فات ارجع على الفيديو اللي تحت ده على طول، او هتلاقي في علامه الاي اللي فوق دلوقتي ظهرت لك ديت، او هتلاقي اللينك بتاعه موجود تحت في الديسكربشن. الفيديو ده هتلاقيني اتكلمت فيه عن ازاي تبدا في فريلانس، وازاي تعرض شغلك على الجروبات بتاعت الفيس وغيرها، وازاي تعرض شغلك على موقع خمسات وغيره من المواقع. فلو اتفرجتش على الفيديو روح اتفرج عليه، لان الفيديو مهم جدا وهيفيدك وهيخليك ان شاء الله باذن الله تطلع اول فلوس ليك، وليكن ممكن اقل رقم خالص في اليوم تطلع $30 ان شاء الله باذن الله، ويمكن تطلع اكتر لو انت اشتغلت على نفسك. طيب باشمهندس عملت الخطوات بتاعتك ومشيت وراك، طيب ليه انت بتقول لي لو انا خبرتي عاليه ما اروحش للشركات؟ عشان انا قلت لك مش هيفيدوك بحاجه، بل انت عندك انت اللي هم هياخدوه منك. يعني هيبقوا مقصرين معاك في المرتب وواخدين منك خبره بينقلوها للتيم الجديد. تمام. وفي نفس الوقت بيديهم شغل كويس جدا بيخليهم مبيعاتهم تزيد. طيب لو رحت يا باشمهندس لقيته بيقول لي انا هديك مرتب 15000 وانا نفسي في رقم زي ده، لو عايز تروح كمده مبدئيه مفيش مشكله اشتغل فيها، بس خليك عارف ان انت تبقى حاطط في دماغك كده هدف ان اساسك الاساسي ان انت مش عايز يبقى ليك مدير، تبقى وانت في قلب الشركه دي بتسعى لشغل الفريلانس. يعني بتسعى لشغل الفريلانس يا صديقي العزيز، يعني بتبدا تنزل شغل ليك على مواقع زي باي هانس وغيره، وبتنزل على الفيسبوك وتنزل على خمسات، وتبدا تتواصل مع العملاء لحد ما ربنا يكرمك وتامن رقم شهري ثابت. ساعتها ابدا يا باشا سيب الشركه دي واشتغل كفريلانس. طيب يعني هو ده كل النقطه يا باشمهندس. انا لو عندي خبره اشتغل فريلانس، ما عنديش خبره اشتغل في شركه. طيب يا باشمهندس انت قلت لي هحل لك مشكله انت مش هتلاقي محتوى، وانا حليت لك المشكله ديت في الكورس اللي انا بقدمه. الكورس ده حرفيا اي حد دخل جوه الكورس ده هيقول لك تحت في الكومنتس دلوقتي الكورس الحمد لله احنا عاملين منه اداء عالي جدا، والتاسكات اللي ظاهره قدامك على الشاشه دلوقتي دي كل ده شغل الطلاب اللي معانا. الحمد لله احنا ثابتين نفسنا في الكورس دوت، والشباب مأديين قوي وعاملين شغل عالي جدا. فلو انت عايز تلحق الخصم اللي موجود حاليا على الكورس اللي هيبدا ان شاء الله باذن الله الجروب الجديد شهر 11، الحق دلوقتي اشترك معايا في الكورس عن طريق الارقام اللي تحت في الديسكربشن، او عن طريق اللينك اللي هيظهر لك دلوقتي برده في الديسكربشن او في الكومنت المثبت. اشترك وكلمني هتلاقي الكورس عليه خصم 75%. حرفيا الكورس ده والله العظيم ثلاثه انا ما هعوضه تاني. فكره الخصومات دي، الخصومات دي انا بعملها في البري اوردر، فهتلحق يا ما تلحقش. الكورس سعره الاصلي غالي جدا، لكن البري اوردر 75% بيخلي سعر الكورس ولا حاجه حرفيا. تمام. فالحق اشترك لو حابب تاخد الخبره والفكره التجارب اللي انا جربتها دي كلها. طيب هتقول لي الكورس بيتكلم عن ايه يا باشمهندس؟ هديك هنت بسيط، ولو عايز تفاصيل اكتر كلمني على الواتساب اديك كل التفاصيل. هنت بسيطه، وهي عباره عن 4 برامج فوتوشوب والستريتور وان ديزاين وبريمير برو. تمام. في الاربع برامج دول بندرس من الصفر لل 100%، منهم السوشيال ميديا في الفوتوشوب، وعندك المطبوعات في الفوتوشوب برضو، وعندك كل حاجه تخص البرنامج اصلا من
واجهه، من ادوات، من كل الكلام ده. الاستريتور برضو بندرس الواجهه والادوات وكل حاجه، وندرس اللوجو ديزاين وال2 دي وال3 دي انيميشن اللي هو الارت يا صديقي العزيز، اللي هو بيتعمل عن طريق البين تول والبنسل تول وكل الادوات ديت، تمام. والان ديزاين بندرس فيه شغل المذكرات والكتب والبروشورز والبريف، كل الكلام ده بنعمله على الان ديزاين. وبريمير برو بنشتغل فيه شغل المونتاج، ان انت ازاي تبدا تعمل مونتاج من اول الصفر لحد 100% من كل انواع الشغل. عايز تفاصيل اكتر انزل اكتب لي في الكومنت كلمه تفاصيل، او كلمني على الواتساب على الارقام اللي ظاهره قدامك حاليا، او على اللينك اللي في اول كومنت وفي اول في الديسكربشن، تمام. طيب كده انا حليت لك المشكله الاولى، وهي السؤال اللي انا بتساله دايما، اللي هو يا باشمهندس اشتغل في دي ولا في دي؟ طيب هسالك سؤال مهم، وانت لازم انت اللي تجاوب السؤال دوت. لو انت عندك خبره هتفضل تشتغل في ايه؟ والسؤال ده انا هسيبه لك انت اللي تجاوب عليه تحت في الكومنتات، وطبعا هشوف كل الكومنتات بتاعتكم وابص على كل الاجابات. عشان بس ما اطولش عليك اكتر من كده، هسيبك بقى مع الاوترو وخلاص كده يا صديقي. عايز الاقيك في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله هنكمل بنفس المستوى. وعايز اقول لك نقطه بقى، وهي النقطه اللي مكملين لاخر الفيديو. لو مكمل اخر الفيديو دلوقتي كده اكتب لي كلمه نهايه في الكومنت، عشان ان شاء الله باذن الله هعمل كورسين للناس اللي مكمله معايا لاخر الفيديو. هتلاقي اللينك ده صديقي العزيز بتاع فورم بتخش تكتب فيه الايميل بتاعك، تمام. ان شاء الله باذن الله هنعمل كورس واحد من الاثنين دول، يا بريمير يا اما الستريتور، هيكون بشكل مجاني 100% بس للمشتركين فقط، وانا هاخد عدد قليل جدا، يعني احتمال اخد من 10 ل 15 شخص فقط. فخليك انت واحد من اللي هتكسبه، وادخل سجل في الفورم بسرعه، تمام، قبل اي حد، عشان هو انا هاخد بالظبط 10 ل 15 واحد. لو العدد جه كبير جدا هعمل لوتري على اللايف، وابدا الف عجله الحظ، واللي يطلع هنسجله معانا في الكورس ونتواصل معاه عن طريق الايميل. فحاول يا صديقي العزيز ما يفوتكش عرض زي ده، واشوفك ان شاء الله باذن الله على خير في فيديو جديد. سلام.